ما تحطش ايديك في ايد عدوك مهما كانت الاسباب، وما تسيبش اخوك جعان وانت بتاكل مهما كانت الاسباب. هحكي لك قصه صغيره. في عشرينات القرن الماضي في مدينه البصره كان في قهوه، وكان بيقعد عليها مجموعه من الشباب مفتون العضلات، وكان ليهم زعيم. الزعيم ده كان اسمه الغربال. كان شخص طويل جدا وعريض، وكان شنبه ضخم جدا، وما كانوش بيعملوا اي حاجه غير لما بيشربوا. وفي مره من المرات كانوا قاعدين في القهوه، ودخل ضابط انجليزي. كانت الانجليز محتلين العراق في الوقت ده، وجا الظابط يقعد على كرسي. الغربال شد الكرسي من تحتيه، وقع الظابط ورجليه اترفعت لفوق، والناس كلها بدات تضحك وتتمسخر عليه. كان رد فعل الظابط غريب. وقف ونفض هدومه وقعد يضحك ويهزر، وقرب منه وقال له: انت شجاع جدا، وما شاء الله عليك، انت ما خفتش مني، واغلبيه الناس بتخاف والكلام ده، وطلباتك كلها عندي. النهارده انا هدفع الحساب. وادى له رقم تليفون، قال له: انا هفضل معاك للنهايه، اي حاجه تحتاجها كلمني. وبالفعل بدأ الغربال يعمل حاجات كتيرة غلط وأخطاء، وكل ما يقع في مشكلة يتصل بالظابط. ده كان اسمه كوبر. وفي مرة من المرات كوبر راح له القهوة وقال له: بقول لك ايه، خد المسدس ده وخليه معاك، بس ما تقولش لحد، وما تستعملوش غير بتدافع بيه عن نفسك، علشان ما يصادرش منك. وبالفعل وفي مرة من المرات الغربال راح لمزاد، وعجبه جاكيت جلد كان ثمنه 20 دينار. 20 دينار يعني مبلغ كان ضخم جدا في عشرينات القرن الماضي. فحاول ياخده بالجوه وجامد خناجه، بس كان في شخص اضخم منه واصلع، ضربه ووجعه على الارض. ما كانش من الغربال غير ان هو سحب المسدس اللي عطاه له كوبر، وضرب الراجل رصاصه موتته. جاء الشرطه قبضت عليه. اتصل الغربال بالضابط الانجليزي وقال له: انت لازم تخدمني. قال له: انا هخدمك وهطلعك منها زي الشعره من العجين، وما تخافش، وزي ما قلت لك انا هفضل معاك للنهايه، بس لازم تتم محاكمه سوريه كده علشان الناس تهدى وكده. بعد 3 شهور المحاكمة أصدرت عن إعدام الغربال. اتصل بيه وقال له: قال له: لازم أطلع والكلام دوت. قال له: ما تقلقش ما تقلقش، أنا هفضل معاك للنهاية وهطلعك منها. وفي يوم الإعدام جاء كوبر دوت أساسا الضابط الإنجليزي، وكان معاه كرسي، وقال للراجل وقفه على الكرسي دوت بعد ما حط المشنقة في رقبته، وقال له: عارف الكرسي ده إيه؟ قال له: لا مش عارف. قال له: مش فاكره؟ قال له: لا مش فاكر. قال له: ده الكرسي اللي انت سحبته من تحت رجليا وضحكت الناس عليا. الكراسي بتشال كده. وخبط الكرسي بكل ما اوتي من قوه، واتشنك صاحبنا الغربال. فدي النصيحه، نصيحه للحكام العرب: ما تحطش ايديك في ايد خاين. ونصيحه للشعوب: ما تسيبش اخوك تاكله الذئاب، ما تسيبش اخوك جعان، ما تسيبش اهل غزه بيموتوا من الجوع. اعمل اي حاجه. قطع الفيسبوك حتى يوم عشان يخسروا مليارات، قطع اليوتيوب يوم يخسروا مليارات يتعلموا الادب، قطع البيبسي، الكوكاكولا، الشيبسي، قطع المنتجات بتاعتهم. هنا كده في امريكا دلوقتي بيعوا زي الكلاب من المليارات اللي بيخسروها. ماكدونالدز دلوقتي خسرانه ما يقرب من 70% من منتجاتها، مفيش غير الكلاب اللي